السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله. معانا النهاردة في وصفة النهاردة الايس كريم اللي هو الابيض اللي هو بالحليب، ومعانا ساندويتش ايس كريم بالفراولة، بالجيلي الفراولة. ماشي، يعني معانا وصفتين ان شاء الله في الفيديو ده بأمر الله. معانا هنا كوبايتين مية متلجين جدا، معانا 2 باكت كريم شانتيه زي ما حضراتكم شايفين، معانا 3 باكت فانيليا. طبعا البسكويت ده بتاع الوصفة التانية، بسكويت سادة خالص من اللي هو البواكي اللي هي ب10 جنيه. معانا كوباية الا ربع سكر، ومعانا الحليب المكثف المحلى اللي احنا عملناه في القناة من كام يوم. هنعمل اول حاجة اللي هو الايس كريم اللي هو الابيض اللي هو بالكريمة. هننزل كده بالسكر، وبعد كده هننزل بكيس كريم شانتيه من اللي معانا. طبعا الكوبايتين دول للكيسين، فاحنا هنعمل وصفة وصفة. ماشي يا حبايبي، هننزل بكيس واحد دلوقتي، كيس كريم شانتيه. طبعا بحب احط سكر لان الكريم اللي هو في الكيس ده بيبقى دلع شوية، مش حابين خلاص يبقى تشيلوا السكر. ماشي، وتكتفوا بسكر اللي هو بتاع اللبن المحلى المكثف. هننزل بكوباية المية الساقعة، وهننزل بالفانيليا زي ما حضراتكم هتشوفوا كده. هننزل ب2 باكت فانيليا. طبعا احنا عاملينه بالمية المتلجة النهاردة عشان يبقى اقتصادي، ويبقى وفر علينا. اللي هو الايس كريم اللي بالحليب بيبقى بيتحط له الحليب المحلى المكثف. والله يا جماعة حكاية، طلع روعة روعة بجد. ماشي، فاحنا دلوقتي هنضرب الكريمة الاول مع السكر مع الفانيليا مع كوباية المية متلجة جدا، لازم يكون فيها تلج. ماشي، لحد ما الكريمة قوامها يتماسك زي ما حضراتكم هتشوفوا كده. ماشي، هننزل بعد كده بكوباية الكريم المحلى اللبن المحلى المكثف. طبعا دي وصفة الايس كريم اللي هو بالحليب. طبعا بيديله طعم رائع جدا الحليب المحلى المكثف، وانا وريتهولكوا في الطريقة في القناة سهل جدا بنفس المج اللي حضراتكم شايفينه. وهنضرب تاني لحد ما يختلط كله مع بعضيه زي ما حضراتكم شايفين كده. بكرر تاني يا جماعة، اللي مش عاوز السكر ما يحطش. السكر اللي انا حطيته ده بالرغبة. ماشي، هنقلب كويس جدا لحد ما كل المكونات تندمج مع بعضيها زي ما حضراتكم شفتوا كده. وبعد كده هننزل بيه في علبة، وهنشيله بقى في الديب فريزر ليجمد. وبعد كده نقدمه تاني يوم. انا كنت عاملة الايس كريم ده بالليل. ماشي، عايزين تحطوا فيه شوكولات شيبس، تحطوا اي حاجة انتوا بتحبوها، مفيش اي مشاكل. بس هو يعني افضل كده يبقى سادة، يعني حابينه كده سادة. ده كده الايس كريم اللي هو الحليب. ماشي، سهل جدا ومفهوش اي مشاكل وطريقته خفيفة بامر الله. ماشي، دلوقتي بعد ما هنشيله بقى هنعمل في الطريقة التانية اللي هو الساندوتش ايس كريم بال بعلب الجيلي الفراولة. معانا 2 باكت جيلي فراولة، معانا برضو كيس كريم شانتيه، معانا برضو كوباية الا ربع سكر صغيرة كده، معانا كوباية مية متلجة زي ما حضراتكم شايفين، ومعانا ده بسكويت سادة جايبة 3 بكاوي من اللي هي البواكي اللي هي ب10 جنيه. وعلى حسب بقى الصينية اللي انتوا هتعملوها فانتوا بتجيبوا كده. يعني انا جايبة عملت اللي هو القالب الكبير فخد مني ال3 بكاوي دول. هننزل الاول هنعمل اللي هو الباكت الجيلي الاول عشان نكون خلصنا منه في الاول كده. هنفتح ال2 باكت جيلي. طبعا بتعملوا القطعة اللي انتوا عاوزينها، يعني الساندوتش ايس كريم ده ممكن تعملوه من اللي هو الايس كريم الابيض، تعملوه شوكولاتة، فراولة، مانجا، الطعم اللي انتوا تحبوه. انا يعني اديتكوا الفكرة وانتوا بتعملوا زي ما انتوا عاوزين. ماشي، نزلنا كده ب2 باكت الجيلي، ونزلنا بكوباية مية سخنة طبعا عشان ندوب الجيلي الاول زي ما حضراتكم شايفين كده. ماشي،
وبعد ما بيدوب معانا بننزل بكوباية مية ساقعة عليه عشان يبرد بسرعة ونعرف نستخدمه في الايس كريم. هندوبه كويس اوي في كوباية المية المغلية. هننقله في حاجة اكبر شوية عشان المج اللي معانا الازاز ده ما كانش مكفي، لان لسه هنحط كوباية مية ساقعة عليه. لكل باكت جيلي نص كوباية مية مغلية ونص كوباية مية ساقعة، ان احنا لو هنعمله الباكت واحد فانا حطيت كوباية مية مغلية وكوباية مية ساقعة على الاتنين باكت. ماشي يا حبايبي، هنركنه كده على جنب وهنشتغل بقى في الايه في الكريمة. برضو هنحط نفس الكلام ونفس الموضوع. برضو كوباية مية مثلجة وكيس الكريم شانتيه، وهنحط فانيليا برضو 2 باكت فانيليا. طبعا الفانيليا بتديله طعم وريحة جميلة جدا، اللي مش عاوز ما يحطهاش، انا حطها زيادة من عندي. ماشي يا جماعة، هننزل بكيس بس. احنا مع اخر الفيديو هنحتاج كيس كريم شانتيه تاني، لان الصينية ما شاء الله اللي عملناها كبيرة، فكنت محتاجة كريمة اكتر، فما كانش عندي الا الكيس ده. طبعا نزلنا بكوباية السكر وكوباية المية المتلجة، وطبعا هحط الفانيليا ومن ورا الكاميرا، وهضرب كويس برضو الكريم شانتيه حلو جدا. عشان ما اطولش الفيديو، كده كانت الكريمة معايا اهي. هننزل بالجيلي فراولة اللي احنا عملناه ده، هننزل بيه على الكريمة. اي نوع بقى، فراولة، مانجا، تعملوا شوكولاتة، اي حاجة انتوا بتفضلوها هتنزلوها على الكريم شانتيه، بيدوكوا الطعم اللي انتوا عاوزينه. طبعا هو على لونه. ماشي، وهنضربه كويس كده برضو مع الكريم شانتيه. هنضرب الجيلي مع الكريم شانتيه، سهل جدا مفيهوش اي مشاكل. طبعا هو طبعا المفروض بيبقى اجمد من كده شوية، فمش هينفع ان هو يتحط بالشكل ده مع البسكويت. لازم يجمد شوية في التلاجة يا جماعة، لان انا صبيته في العلبة وحطيته في الديب فريزر جمد لحد كام ساعة كده، يعني جمد وسط مش جمد قوي، وهتشوفوا دلوقتي. مش هينفع يتحط كده، بالذات ساندوتش الايس كريم ما ينفعش يتحط سائل كده ابدا، لانه مش هيبوش منكم. فلازم يجمد الاول في الديب فريزر في علبة، مش يجمد الجمدان اللي هو يعني ايه نشقر عليه كل شوية. اللي لقيناه تماسك شوية كده وبقى حلو في المعقول، هنعرف نفرده في الصينية على البسكويت، فبنطلعه وبنفرده. بس احنا طبعا بنخلطه كويس قوي، وهنجيب كيس كريم شانتيه تاني هنحطه. يعني كده كنت خدت نص الكريمة، نص الايس كريم خدته في علبة زي ما حضراتكم شايفين كده. وهضرب ده مع ده برضو تاني، عشان عاوزة الكريمة تبقى تقيلة، مش عاوزاها تبقى خفيفة، لان انا مش هقدمه في فولات، انا هحطه في سندوتش بسكويت. ورجعت ضمتهم تاني على بعض. ماشي، يعني هي الطريقة هي، بس زودت كيس كريم شانتيه، حطيناه في العلبة كده ودخلناه في الديب فريزر زي ما قلت لحضراتكم. وجبنا صينية كده وحطينا فيها كيس بلاستيك ابيض نضيف كده، اكياس التلاجة. وهنبتدي بقى ايه نرصص البسكويت بالظهر بقى، لان طبعا تحت هنرصصه بالظهر، يعني الوش تحت والظهر فوق، عشان لما يطلع شكله حلو. ماشي، هنرصصه بطريقة كده مظبوطة عشان يبقى كل واحدة مقابلها الواحدة التانية من فوق بالظبط. انا زودت كيس كريم شانتيه يا جماعة ليه؟ عشان خاطر السندوتش الايس كريم بيحتاج الكريمة تكون تقيلة شوية عن اللي هو الايس كريم العادي. كده كنا رصصناه زي ما حضراتكم شايفين كده في الصينية. وطبعا عشان انا عاملة صينية كبيرة زي ما انتم شايفين كده، فما كانش ايه، كنت لازم ازوده شوية.
فبعت اشتريت كيس تاني وعملته زودته بيه زي ما حضراتكم شفتوا. بصوا بقى الايس كريم هنا ما كانش جامد تماما. بصوا كان عامل ازاي، كان لسه برضو سايل من تحت، بس كان تماسك شويه عشان اعرف افرده واعرف اظبطه على وش الايس كريم، على وش البسكويت سوري. ماشي كده كنت رصصته كويس قوي. هنبتدي بقى نحط البسكويت بنفس الطريقه اللي احنا حطيناها من تحت. بصوا يعني نفس الترصيصة من تحت ومقابلها بسكويتة من فوق، عشان لما نيجي نقطعها يا جماعة تبقى مظبوطة معانا وتطلع حلوة وبنفس شكل الشندوتش. بنحطها بقى في الديب فريزر، نحط عليها كيس ونجمدها بقى يعني لمدة كام ساعة كده. يعني مثلا كنت عاملاها بالليل قوي وسبتها لحد تاني يوم العصر عشان يكون تماسك حلو معانا. ماشي، يا رب يكون الموضوع ايه يعني سهل بالنسبه لكم. كده كان الايس كريم اللي هو الحليب بقى جه تاني يوم. هوريهولكوا اهو، كنت سيبته طلع شويه بره الفريزر عشان اعرف اعبيه. ما شاء الله كريمي جميل وكان طعمه تحفه. وبرده سندوتش الايس كريم تحفه تحفه، وهوريهولكوا دلوقتي. ده الايس كريم بالحليب، بالحليب المحلى المكثف، سهل جدا ما فيهوش اي افتكاسات وخفيف وجميل. وده كان مطلوب مني صراحة فعملته اللي طلبوه مني. وده كان الايس كريم بالحليب. وهنشوف دلوقتي بقى ايه سندوتش الايس كريم بعد برضو ما جمد وسبناه لتاني يوم لحد العصر كده. بصوا كنا قطعناه كده بالصينية، ما شاء الله طلع متماسك وجميل. وبصوا منظره عامل ازاي، تحفة تحفة والله. عاوزين بقى تحطوا بقى في النص طبقات شوكولاتة اي حاجة. واتمنى لو الفيديو عجبكم تدعموني باشتراك وشير ولايك للقناة. وشكرا لكل تعليقاتكم الجميلة اللي بتحفزني وبتدعمني. ويا رب دايما كل وصفاتي تعجبكم. ودي كانت الوصفة بتاعتنا النهاردة عشان حر الصيف والاجازات وكده. والسلام عليكم ورحمة الله.